يلا نعمل مع بعض طاجن البشاميل بالرز والخضار واللحمة المفرومة. بجد قد ايه الطاجن ده بيطلع كريمي وحلو ومليان خضار وبجد حلو قوي. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هعمل اللحمة المفرومة، فهشوح البصل لحد لما يبقى لونه كده، بعدين هنزل عليه اللحمة المفرومة وهنا حطيت البهارات، حطيت ورق لورا وقرفة وحبهان مطحون وبهارات مشكلة وبصل بودرة وتوم بودرة وسنة بابريكا وسنة زعتر بري. بس انا عايزة اقولكوا حاجة، البهارات دي بجد على حسب الذوق، يعني اللي بتحبوه زودوا منه ولو مش بتحبوه شيلوه اصلا. بس اهم حاجة اللي بتفرق هي القرفة والبهارات المشكلة. وهاجي للخضار، هقطع الجزر بالشكل ده، وبعدين عندي كوسة قطعتها برضو. وكمان انا عايزه اقول حاجه عن الخضار، ان انا هسوي كل نوع لوحده عشان كل نوع خضار تسويته بتختلف عن التاني. وهنا بشوح الجزر وبستناه يتكرمل، وفي الاخر خالص بزود شويه ميه. بعدين بزود رشه ملح ورشه فلفل اسود على الخضار كله. وهنا بشوح الكوسه، وهي الكوسه ما خدتش مني وقت، يعني استوت على طول، هي 5 دقايق بالظبط. ونزلت عليهم البسله في الاخر. وفي الاخر بقى سويت البطاطس وحطيت لها شويه ميه. بعدين هنا عملت البشاميل، حطيت كيس بشاميل على لتر لبن وقعدت اقلب لحد لما وصل للقوام اللي انا عايزاه. وهنا بقى بعمل الطاجن بتاعي، حطيت طبقة بشاميل فوقيها اللحمة المفرومة بالخضار، لان بعد ما الخضار استوى طبعا قلبته مع اللحمة المفرومة. وحطيت هنا طبقة بشاميل فوق اللحمة المفرومة، وحاولت ان انا ادخلهم مع بعض اقلبهم، وزودت فوقيهم شوية كريمة طهي. وحطيت فوقيهم بقى طبقة الرز. وعلى فكرة الطاجن ده كله اخد كوباية رز واحدة، فلو عندكم اصلا رز بايت ممكن تعملوا، ولو كمان عندكم لحمة مفرومة في التلاجة يعني هيبقى ناقص لكم مثلا الخضار والبشاميل. وهنا بقى حطيت جبنة موتزاريلا وشوية كريمة طهي في الاخر بس، وهدخلها الفرن. وده شكلها لما طلعت من الفرن. بالهنا والشفا، جربوه وقولولي رأيكم، وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم.